تعالى اقول لك بقى تعملي طاجن لحمه وازاي يطلع معاكي دايب دوب كده. هقول لك بقى على طريقه سهله قوي قوي تخلي اللحمه معاكي دايبه جدا جدا. دي لحمه كانت لحمه ضاني، تمام. همسكها بقى كده اغسلها كويس طبعا، وبعد كده بقى ايه، هسلقها الاول طبعا. لازم ان احنا نسلقها الاول عشان تدوب كويس قوي قوي في الطاجن. هسلقها كويس عادي جدا، تسويه عاديه بس مش هتكون مهريه، يعني ماسكه نفسها شويه، تمام. بعد كده بقى الاول هشيل الريم كده بتاع الشوربه، ابدا اشيل الريم بتاعها. هنزل ببصلايه، ورق لوري، وبعد كده كمان هنزل بمعلقه صلصه او طماطم زي ما تحبي بقى. البهارات بتاعتي ملح وفلفل بس، انا مش بحب احط في الشوربه اي حاجه تاني غير كده بس. لو حابه بقى حبهان ومستكه حطيهم لو بتحبي طعمهم، بس وخلاص كده. بعد اللحمه بقى ما خلاص بدات تستوي معايا، طبعا انا نزلت عليها كمان بعد ما نزلت عليها كمان بالبصل طبعا زي ما قلت لكم الورق اللوري. بعد بقى ما قربت تستوي خلاص كنت جبت بقى بصلتين كبار ومسكتهم فرمتهم كويس قوي في الكبه، ونزلت عليهم بقى بالدهون الحلوه كده بتاعه الشوربه في البصل ده، وقلبت بقى تقليب كويس كده، ونزلت بقى بشويه بهارات كده حلوين، بهارات لحمه وملح وفلفل. هنزل بقى باللحمه بتاعتي المستويه مع البصل طبعا اللي دبل جدا جدا، طبعا حطيت الملح برضو عشان يدبل البصل معايا. بعد كده بقى هنزل باللحمه بتاعتي كده في الطاجن، اللحمه بقى بالبصل كلها كده هنزل بيها في الطاجن زي ما انت شايفه كده. وبعد كده بقى اكون مسخنه الفرن بتاعي معايا، وهدخلها بقى الفرن. هدخلها الفرن، هتقعد بقى شويه في الفرن كده، اول ما الطاجن يبدا ينشف كده والميه بتاعته تبدا تنشف شويه، هطلعه بقى من الفرن. البصل طبعا هيتهري جدا واللحمه بقى هتدوب كده، مش قادره اقول لكم طعمها بيبقى خطير وريحتها حاجه كده فظيعه. جربوها وان شاء الله تعجبكم، او شايفين الجمال حلو قوي. لو اول مره بقى بتتفرجوا عليا يا ريت ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في